يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تنسيش بقى لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل، عشان كل فيديوهاتي ان شاء الله تشوفيها اول باول. النهارده بقى هنبدا روتين جديد، روتين طبعا مش عندي، مش في شقتي، انا طبعا كنت في مكان تاني. طبعا اول مره اصور معاكم عند ماما. الفيديو هيعجبكم، فيديو جميل جدا جدا جدا، يعني هيفوتك كتير لو ما اتفرجتيش على الفيديو طبعا. كنا بنعمل ايه هتشوفوا معايا دلوقتي. كنا بنعمل ايه؟ بصوا، انا اصلا كنت رايحة علشان نعمل الحاجة دي. يعني انا كنت رايحة عشان نعمل اللي احنا هنعمله ده، اللي انتوا هتشوفوه معانا دلوقتي، اللي هو ايه؟ اللي هو كنا رايحين نخبز. بصوا بقى، احنا بنخبز عيش اسمه عيش مصري. معرفش بقى لو اي حد بقى شاف الطريقة دي ممكن تكونوا بتسموه اسم تاني معرفش، بس احنا بنسميه عيش مصري. العيش ده بصوا تحفة تحفة تحفة. طبعا مبدئيا كده، مبدئيا انا ما بعرفش اخبز خالص، ولو كنت بعرف اخبز انا بص كنت بهدلت الدنيا خبيز كده. انا على فكرة بحب يعني بحب العيش المخبوز، ما بحبش العيش اللي احنا بنشتريه من بره. سواء العيش البلدي او العيش السياحي او اي نوع عيش تاني، المهم انا ما بحبش غير العيش ده. يعني احنا عموما يعني بنحس ان العيش ده بالنسبة لنا كده يعني حاجة مميزة، حاجة جديدة، حاجة اللي هو ايه، لا ما ينفعش نقعد نبهدل فيه ونرمي فيه، او مثلا ما ينفعش يبقى كده متبقي نص رغيف فتافيت عيش مثلا، او مش فتافيت. يعني انت لما بتاكلي ممكن يتبقى منك عيش عادي، احنا عادي ممكن نرميه، بس احنا مش بنرميه. آم، يعني مش بنرميه مثلا نرميه، لا احنا بنرميه للطيور، فاهميني؟ فده بقى ما بنعملش معاه كده، ده اللي هو ايه، لا يعني العيش ده ما ينفعش نقعد نبهدل فيه، لان احنا طبعا بنتعب فيه. هو صعب على فكرة. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، انا هحكي لكم دلوقتي احنا بنعمله ازاي. زي ما انتوا شايفين كده، تجيبي كراتين. الكراتين بتشتريها اي كرتونة عندك، كرتونتين تلاتة اربعة على حسب بقى انتي الكمية اللي هتعمليها قد ايه. تقطعيهم زي ما انتوا شايفين كده، زي ما احنا مقطعينهم كده بالمقص كده، وتقعدي تقطعيهم، لا تكبريها ولا تصغريها، لان العيش ده لما بيخمر بيزيد، يعني الكمية بتزيد، فلازم تبقى الكرتونة كبيرة شوية علشان ياخد راحته. تمام. آه اللي في الصينية ده السن ده بيجي منين؟ السن ده بيجي من القمح او الغلة. الغلة دي بنطحنها، يعني بنوديها كده نطحنها، وبعد كده بيطلع بقى السن اللي انتوا شايفينه ده منها. يعني هي ايه، زي المكنة كده بينخلوها كده علشان يعني مش عارفة، المهم لازم تتنخل. يعني السن ده بيبقى موجود في الغلة بعد ما بنطحنها، فلازم ما ينفعش ان احنا نعجن والسن ده موجود في الغلة. في الدقيق بقى، ما هو بيكون دقيق. فبتتنخل في المكنة، او انتي ممكن تنخليها في البيت عندك، ممكن تجيبها من المكنة من غير ما تتنخل، وممكن تخلي الراجل بتاع المكنة يعملها لك هو عنده. فانا بخلي الراجل بتاع المكنة يعملها عنده. يعني اللي هو ايه، انا مش لسه هقعد انخل، ده كله صعب يعني، ودراعاتي هتوجعني وكده. فانا بريح دماغي وبخلي الراجل يعملها لي، يعني تبقى جايه جاهزه، على ان انا اعجن على طول. سواء بقى عجنت عيش، عجنت رقاق، عجنت عملت قرص، بصي اي حاجه، الدقيق ده استخداماته في كل حاجه. تمام تمام. بعد كده ايه، بنعجن زي ما انتوا عجين عادي، زي ما انتوا عارفين العجين بيتعجن ازاي. ميه، تكون ميه دافيه، ولا سخنه ولا ساقعه. ميه دافيه علشان الخميره ما تبصش. ميه وسط، يعني لا سخنه ولا ساقعه. لو سخنه هتبوظ لك الخميره والعيش بتاعك مش هيبقى مش خمران. ولو ميه ساقعه هياخد العجين، هياخد وقت معاكي عقبال ما يخمر. هو مبدئيا الجو حر، انا بتكلم على الشتاء، واحنا في الصيف برضو بنسخن شويه ميه صغيرين خالص. او يعني تسخني شويه ميه وتزوديها بقى، تقعدي تزوديها على حسب انتي هتستحمليها قد ايه في ايدك. يعني اللي هو ايه، ان انتي تكوني ايدك في الميه مستحملاها.
مش عارفه انا توهتكم معايا، بس مبدئيا يعني تكون الميه وسط. علشان ننجز بقى احنا دفينا شويه ميه وعجنا. ادي العجينه اهو. تمام. اهو هو بقى اختمر كده خلاص زي ما انتم شايفين كده. طلعنا بقى فوق في شقة اخويا علشان نخبز اهو. بعد ما بيبقى خمران زي ما انتم شايفين كده، هو على فكرة كان نص الطبق، هو بيزيد بقى. اول ما بنشوفه يوصل يعني اختمر خلاص، بنبدأ بقى نقرصه يعني. نشيل بايدينا كده ونحط على الكرتونة ونحط على الكرتونة شوية سن من اللي انتوا شايفينه ده، بس كده. ونرص كده يعني، تفرشي حصيرة اي حاجة عندك، اهم حاجة يكون مكان واسع عندك علشان انتي هتقطعي زي ما انتوا شفتوا كده. بنسيبه بقى على الكراتين يرتاح شوية علشان خاطر نخبز بقى. ماشي. كان نفسي اكون بعرف اخبز والله، كان نفسي يعني. انا بحب اصلا الخبيز، نفسي اتعلم وحاولت على فكرة، حاولت كتير بس انا مش عارفة يعني. مش عارفة، بلاقي الرغيف كده وانا المفروض ان هو بيتفرد كده معايا وانا بخبز، هو مش بيتفرد، هو بيتلم. مش عارفة في ايه، والله ما عارفة في ايه. بس انا هحاول تاني. هحاول اعجن شوية صغيرين، شوية صغيرين خالص هعجنهم وهحاول اتعلم فيهم. هو مبدئيا انا مش عايزة يعني ايه، بقول خسارة ان انا اقعد ابهدل في الحاجة، انتوا فاهمين؟ عشان غيري مش لاقي الحاجة دي، غيري مش لاقي الدقيق، غيري مش لاقي العيش. ف... فانا ما بحبش والله ابوظ حاجة، وده اللي مخليني مش عايزة يعني اعجن واقعد ابوظ. فانا قلت يعني خدتها من قصيرها كده ورحت قلت هخلي ماما تخبز بقى. بصوا هي بتخبز اهي، والعيش بيتفرد معاها، انا ما بيتفردش معايا خالص، انا بيتلم يعني، مش عارفة ليه. هنا بقى كان العيال عايزين عيش بالسكر. طبعا زمان واحنا صغيرين لما كنا نخبز برضو زي كده، كانت ماما تخبز كنا نقول لها عايزين عيش بالسكر. بصوا طعمه تحفة يعني، انا مش قادرة اوصف لكم طعم العيش ده، طعمه خطير بالسكر اهو. شايفين؟ كنت بقول لاخويا هات حتة. بصوا شكله عامل ازاي وطعمه خطير. طبعا في ناس عارفة يعني اللي انا بقوله ده اللي هو طعمه خطير، هي الناس اللي بتخبز عارفة اللي انا بقوله. الناس اللي ما بتخبزش او مش عارفة يعني ايه عيش مصري. على فكرة في انواع كتير من العيش، انا بشوف ناس كتير بتخبز عيش بطرق كتير، بس دي الطريقة بتاعتنا اللي احنا بنعتمدها يعني. هي صعبة شوية ولكن العيش بيبقى حلو في الاخر يعني، اللي هو حاجة حلوة انت عملتيها. العيش ده عايز ايادي كتير يعني، عايز اللي تخبز دي يكون معاها كذا حد يشيل يرص، حد يقطع، حد يخبز، فاهمين؟ كذا ايد. بس بما ان احنا ما بنعرفش نخبز، ما فيش الا ماما هي اللي بتعرف تخبز. فاحنا ما بنعملش اي حاجه غير ان احنا ممكن نقطع لها العيش ونحطه على الكراتين ونسيبه يخمر شويه، علشان هو لازم يرتاح شويه علشان هي لما تيجي تخبز يتفرد معاها، ده يعني شرط من الشروط. ادي العيش اهو بعد ما خبزناه، شايفين؟ تحفه، حاجه كده عسل عسل عسل. اليوم ده تعبنا على فكره، ولكن يعني تعبنا، بس برضو يعني انتي لما بتتعبي وانتي عملتي حاجة حلوة بتبقي برضو مبسوطة. طبعا مش انا يعني اكتر واحدة تعبت هي ماما، لان هي اللي كانت بتخبز مش انا. هنا بقى بعد لما بصوا كان ده اخر رغيف تقريبا والله ما انا فاكرة اهو. بصوا هي بتفرد العيش ازاي. طبعا بما ان احنا كلنا كده، كلنا على بعضنا مشغولين في ان احنا بنخبز، هنعمل ايه؟ طبعا احنا عايزين نطبخ يعني، عايزين نتغدى. نعمل ايه؟ طبعا احنا كلنا تعبانين يعني على فكرة. بصوا اللي هو شيل وحط وروح وهات ونولوني وكده. على فكرة ماما طول ما هي قاعدة العيش بيخلص بنروح نجيب لها اللي بعده وهكذا. كانت بنتي كانت ساعات يعني كانت ساعات بنتي، كان ساعات انا، كان ساعات ابني، كان ساعات اختي، اللي هو كده احنا بنريح بعضنا. فعملنا بقى صينية بطاطس زي ما انتوا شايفين كده وحطيناها في الفرن وبس. احنا طبعا بنخبز يعني الفرن سخن، فقلنا هنعمل صينية بطاطس ونحطها في الفرن، وعملنا شوية رز وبس كده. هو ده الفيديو بتاعنا، اشوفكم على الف خير.